انا كان المفروض انزل الفيديو ده امبارح، بس بصراحة جالي احباط. قعدت اقول لنفسي انا بتعب وبفكر وبصور وبمنتج وفي الاخر مشاهدات صفر. كنت هبطل، بس بعدين افتكرت ان ده بالظبط اللي اليوتيوب عاوزه، يختبر صبري. لو انت مستني تشجيع من حد عشان تبدأ او تكمل فانت لسه هاوي. النهاردة مش بس هوريك ازاي تطلع صوت اذاعي بموبايلك، انا هوريك ازاي تقتل الاعذار اللي موقفة حياتك. عارف ايه اللي بيخلي الناس تقفل الفيديو ده؟ ودن المشاهد مش بتسامح. يعني لو صورتك 4K وصوتك فيه دوشة أو صدى، فأنت بالنسبة للمشاهد إزعاج. المشكلة مش إنك ما عندكش مايك ب5000 جنيه، المشكلة إنك مكسل تفهم يعني إيه عزل. الموبايل اللي في إيدك ده يقدر ينافس استوديوهات الإذاعة، بس أنت اللي مش عارف الكنز اللي في إيدك. بص كده، ده دولاب هدومك. أغلى استوديو في العالم بيدفع الآلاف عشان يشتري ساوند فوم يمتص الصدى، وانت عندك الهدوم دي ببلاش. الهدوم بتمتص الصوت وبتحوله لصوت دافئ وعميق، warm and deep. سجل وانت وشك للهدوم وشوف الفرق اللي هيخلي الناس تسألك انت شاري المايك بكام. ولو عذرك انك ساكن في منطقة زحمة، فانت فعلا ملكش حجة في 2026. في مواقع للذكاء الاصطناعي كتير قوي بتشيل الزحمة والدوشة اللي حواليك وتحول صوتك لصوت نقي، لكنك بتتكلم من مايك وفيه عزل. لو عاوزني اسيب لك رابط موقع للذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمه علشان تعزل صوتك مجانا، اكتب لي في التعليقات. بس لو ما استخدمتوش، ما تشتكيش تاني ان ظروفك صعبة. ليه انا مهتم بالصوت؟ علشان الرعايات سبونسرز. مفيش شركة هتحط اعلانها في فيديو صوته بيوجع الودن. لو عاوز تعمل بيزنس من اليوتيوب بجد لازم تهتم بالتفاصيل اللي التافهين بيطنشوها. دي أول خطوة عشان الشركات هي اللي تجري وراك مش العكس. أنا رجعت بكرة عشان أثبت لنفسي وليك إن تحدي الصفر ما بيوقفوش مشاهدات. الخميس الجاي هندخل في الوحش، المونتاج الفيروسي. لو لسه محبط اكتب لي في الكومنتات ايه اللي موقفك وانا هرد عليك بنفسي. اشترك في القناة دلوقتي لو انت بطل وما بتعرفش تستسلم. سلام.